فيلمنا بيبدأ مع بارك وهو بينقل عفشه لبيته الجديد، وبيكون محتاج إن جونج جاره يحرك عربيته من قدام العمارة عشان يقدر يطلع عفشه من البلكونة بتاعته. وبيفضلوا يدوروا على جاره كتير لحد ما بينزل، وبيكون مش طايق يتكلم مع حد لأنهم بيصحوا من النوم بدري، وبينزل يحرك عربيته وبيطلع تاني ينام من غير ما يتكلم مع حد. وبيكون بارك مبسوط هو ومراته وابنه إنهم اتنقلوا أخيرا لبيت جميل، وبيلاقوا تشان ابنهم بيلعب بالبلية بتاعته، وبيقول لهم إنه هيوريهم لعبة حلوة، وهي إنه لو حط البلية على الأرض بتتحرك لوحدها ناحية البلكونة، وكأن العمارة كلها مايلة وفيها عيب في البنى بتاعها. وبيجي تاني يوم وبيروح بارك الشغل، وبيهنيه كل زمايله ان بقى ليه شقه خاصه بيه، وبيعزمهم كلهم عنده في بيته الجديد. وبيروح تاني يوم عشان يتصور صوره عائليه، وبيكتشف ان جونج هو صاحب المحل، وبيكون مش طايقه بسبب اول مقابله ليهم. وبعد ما بيتصوروا بياخد اهله وبيخرجوا سوا وبيتغدوا بره لحد بالليل، وبيكون الجو ممطر جدا، فبيتصلوا باوبر عشان يرجعهم بيتهم. فبيلاقوا ان جونج هو السواق برضه، وبيكون شغال اكتر من وظيفه. وبسبب المطره بيحصل هبوط بسيط تحت العربيات في جراج عماره بارك. وبيجي تاني يوم وبياخد جونج باله ان ازاز البوابه مكسور، وبيفتكر ان في طوبه اتضربت فيه. وكمان بيشوف بارك وهو رايح الشغل ان في شروخ ظهرت في الارض حوالين عمارته بدون سبب، فبيتصل بكل الجيران بتوعه وبيعمل اجتماع معاهم عشان يشوفوا سبب الشرخ الارضي اللي حصل فجاه ده. وبيتجمعوا كلهم، لكن محدش بيصدق نظريته، وبيقولوا له انه اكيد شرخ بسيط ملوش اهميه، وبيتفضل الاجتماع. وبيجي تاني يوم وبيكون زمايل بارك جايين يزوروه، وقبل ما يطلع بارك شقته بيلاقي ان جونج بيقول له انه دور حوالين العماره ولقى تصدعات كتيره حواليها، وواضح ان كلامه صح. وبيوري له الحاجات اللي صورها قدام زمايله، فبيتحرج بارك انه يبان قدامهم بانه اشترى شقه بايظه. وبيطلعوا كلهم الشقه بيقضوا اليوم وبيشربوا لحد ما بيسكروا. فبيتصل بارك بجاره جونج عشان يسوق بيهم، لكن بعد ما بيلاقوا ان التكلفه عاليه بيقرر بارك انه يخلي كيم زميله وزميلته يباتوا عنده لتاني يوم. وبيصحى كيم تاني يوم بسرعه عشان يلحق ميعاده، فبيلاقي ان الميه مقطوعه، وبينزل بسرعه يوقف تاكسي عشان يركب فيه. وبيكون سواق التاكسي بيتكلم في التليفون بعيد عن عربيته، وفي نفس الوقت بيبقى جونج بيعدي على كل جيرانه عشان يعرف عندهم ميه ولا لا. وبيقابل تشان ابن بارك وهو نازل لمامته اللي مستنياه قدام العماره عشان يروحوا السوق ويرجعوا لحد ما بارك يصحى من النوم. وبيطلع جونج السطوح وبيسال جاره اللي في العماره التانيه لو عندهم ميه، فبيرشوا بميه الخرطوم. وفجاه بيحصل زلزال قوي في المكان لدرجه ان بتظهر حفره ارضيه عملاقه تحت العماره بالظبط، وبتبلع العماره كلها، وبتفضل تنزل في الحفره لحد ما بتقف فجاه. وبيكون كيم موجود في التاكسي اللي نزل كمان في الحفره، وبيحاول كيم انه يخرج منه باي شكل، بس التاكسي بيفضل يتحرك لحد ما بينزل اكتر، وبيدخل كيم شقه بارك. وساعتها بارك بيحاول يساعده لحد ما بيخرجوا من الشباك، وبيسمعوا صوت من الاوضه اللي جنبهم وبيجروا عليها، فبيلاقي ان اون زميلتهم في الشغل لسه عايشه. وبينضم ليهم جونج من بعد ما بينزل من السطوح، وبيقول لهم انه شاف تشان نازل بالاسانسير وخارج بره المبنى قبل ما يحصل الزلزال، وبيحاولوا يفهموا اللي حصل. وبيقول لهم بارك ان اللي هم فيه ده اسمه الخسف الارضي، وغالبا ممكن يكونوا على عمق 500 متر تحت الارض، ولازم يستنوا الانقاذ. وساعتها بيكون فريق الانقاذ بيحاول انه ينزل للبيت، لكن كل ما يحاولوا بينزل عليهم ردم وتراب وصخور وممكن تهدد حياتهم، فبيوقفوا نزول دلوقتي وبيفكروا في حل تاني. فبيطلعوا كل الموجودين في العماره للسطح من تاني يمكن يلقطوا اي اشاره، وبيشوفوا الشكل قدامهم على انهم عمق كبير من السطح ومستحيل يبقى فيه اشاره ليهم. وبيفضلوا يصرخوا يمكن حد يسمعهم، وبيندموا انهم ما اتحركوش بالليل مع جونج. وبيفضلوا قاعدين لحد ما بيسمعوا صوت جاي من مخزن السطح، وبيجروا عليه وبيفتحوه، فبيلاقوا سونج ابن جونج موجود في المخزن وكان مقفول عليه. واول ما بيطلع وبيشوف اللي حصل بيقول لهم انهم لازم يجمعوا كل الاكل والشرب الممكن، لانهم مش عارفين هيقعدوا قد ايه، ويدوروا على اي حد تاني عايش في العماره، ممكن يكون في حد محبوس زي ما كان هو محبوس. وبيبدا الكل يتحرك في العماره الموجوده في الخسف الارضي، وبيجمعوا الاكل والشرب اللي يقدروا عليه، وبيتم اذاعه الحدث في الاخبار. وبيتصرح ان اللي حصل بسبب تصدع في الاساسات خلت الارض تتشقق، وان في جرحى كتير حوالين المكان غير الاشخاص المحبوسين في الخسف نفسه، وجاري التفكير في طريقه لانقاذهم. وبتكون مرات بارك من ضمن الموجودين ورافضين انهم يسيبوا مكان الانهيار بسبب ان ابنها تشان وجوزها موجودين في العماره. وبيحاول فريق الانقاذ انهم ينزلوا طياره درون في الفجوه عشان يشوفوا الموجودين في العماره، بس الفجوه بتبقى عميقه جدا لدرجه ان الاشاره بتتفصل عن الدرون وبتقع على رمله في سطح العماره جنب سونج. فبيناديهم كلهم ان فريق الانقاذ موجود خلاص، وبيحاولوا انهم يوصلوا لهم، لكن خلال كلامهم بتحصل هزه ارضيه تاني وبتنزل العماره لتحت اكتر. ولان الكل بيكون على السطح فبيتخبطوا في كل مكان، لدرجه ان كان بيتزحلق وبيكون هيقع من على حرف العماره وبيمسك في اقرب سور جنبه، لحد ما اون زميلتهم بتقدر انها تتصرف وبتتحرك ناحيه بكره الخرطوم اللي موجوده جنبها، وبتنجح انها تتفادى صخره كبيره كانت هتخبطها عن طريق انها تنط من فوقيها. وبتلف البكره على السور الناحيه التانيه وبتمسك طرف، وبترمي الطرف التاني ناحيه كيم عشان يمسكها، والكل بيشدوا كيم عشان ينقذوه لحد ما الخرطوم بيتقطع منهم، وبيمسكوا ايد بعض عشان محدش يقع منهم، وبينزلوا فورا من السطح عشان ما يبقاش في احتماليه لحد فيهم انه يقع من على السطح. وساعتها الاشاره بترجع تاني للدرون، وبترجع لفريق الانقاذ تاني، وبيشغلوا الكاميرا المتعلقه فيها، فبيلاقوا ان كل السكان موجودين ما عدا طفلين مش موجودين في الفيديو، ومنهم تشان ابن بارك وطفل تاني اسمه سونج هون. وبيفضل فريق
الانقاذ يفكروا في طريقه لانقاذ السكان قبل المبنى التاني اللي جنب الفجوه ما يقع هو كمان، وساعتها كل الموجودين في الخسف الارض هيموتوا. وبيقترحوا على سكان البرج المايل انهم يهدوا العواميد الخرسانيه اللي في الجهه المعاكسه للخسف، وساعتها المبنى الموجود على السطح مش هيقع في الفجوه. لكن كل السكان بيرفضوا انه مبناهم يتهدم لانه ممكن يترمم ويتعالج وما لهمش دعوه بالموجودين في الفجوه، لحد ما واحد من السكان بيقوم وبيقول لهم انه كان موجود على السطح لحظه ما المبنى اتسحب في الفجوه، وانهم لو ما حاولوش يساعدوهم هيتم لعنهم بسبب انانيتهم. وعلى ما فريق الانقاذ بيفكر هيتصرف ازاي، بيبعت للسكان مؤن تساعدهم عن طريق باراشوت صغير ينزل لهم لحد العماره. وبينزل الباراشوت على العماره وبيشوفوا جونج وبينادي الباقي، وبيلاقوا من ضمن الحاجه انبوبه اكسجين وتليفون لاسلكي قادرين انهم يتصلوا منه باي حد. وبيتصل بارك بمراته ويطمنها عليه، وقبل ما بيتصل بيلاقي فريق الانقاذ بيتصل بيه عشان يطمن عليهم. واول ما بتعرف مرات بارك انه بيتصل بتجري على التليفون وبتقول له ان ابنهم اتشان موجود تحت معاهم في العماره لانه مفقود حاليا ومحدش عارف مكانه، وانه اخر موقع معروف ليه كان في العماره قبل الانهيار. فبيتجنن بارك لانه مش عارف مكان ابنه، وبيكلم جونج وبيتاكد منه انه شاف ابنه فعلا بيخرج من الاسانسير، فبياكد له ان ابنه ركب قدامه الاسانسير لحظه ما كان بيعدي على كل الشقق عشان يتاكد ان مفيش ميه، وانه عدى 5 دقايق على ركوب تشان الاسانسير، معناها ان اكيد تشان لحق يخرج منه. وساعتها كلهم بيتحركوا على الاسانسير عشان يتاكدوا ان تشان مش فيه، وبيبان ان تشان موجود في جراج العماره ومستخبي في عربيه من العربيات، وجنبه اكل كتير كان بياكله في ال 24 ساعه اللي عدوا. وبيتحرك ساعتها كل السكان على مكان الاسانسير، وبيجمعوا كل الاسلاك الموجوده وبيربطوا بيها بارك، وبينزلوه على سقف الاسانسير عشان يوصل لابنه. وبيفتح السقف لكنه بيلاقي ان محدش فيه، وفي نفس الوقت بيكون فريق الانقاذ بيحاول انه ينزل ينقذ الموجودين في الفجوه اثناء المطره، لكن المطره بتسبب تصدعات في المبنى اللي جنب الفجوه كمان، وبيميل لدرجه ان هو كمان بيقع في الفجوه الارضيه. وبيفضل المبنى التاني نازل لحد ما بيقف في نصها، وكل حاجه في المبنى من خزانات وصخور وتكييفات بتقع وبتنزل على مبنى بارك، وبيحسوا ان نهايتهم جت خلاص. وساعتها بيحاول جونج انه يمسك السلك اللي ربطه في بارك لكنه بيفلت منه، وبمجرد ما بارك بيقدر انه يخرج من الاسانسير الصخور بتوع الاسانسير وتدمره تماما، وبيفتكروا كلهم ان بارك مات وانهم فشلوا في انقاذه. وساعتها تشان بيخرج من العربيه لانه خايف يقعد لوحده، بس اول ما بيخرج من العربيه بتقع صخره كبيره عليها وبتدمرها، وبيفوق بارك من الوقعه وبيلاقي في صخره كبيره وقع على رجله، فبيشيلها لكن بيكون مجروح جامد بسببها، وبيفضل يدور على ابنه لحد ما بيسمع صوته وهو بيعيط ومستخبي في ماسوره كبيره، وبيجري عليه وبينقذه. وبيبص وراه بيلاقي في ست عجوزه من ضمن السكان محبوسه هي كمان، فبيطلع لها هو وابنه وبيسالها لو كانت كويسه، فبتقول له ان ابنها وحفيدها مش كويسين، وبيكون حفيدها سونج هون نايم في الخيمه ومات بسبب الانهيار اللي حصل. وبعد ما بيقعدوا شويه بيقول لها بارك انها لازم تتحرك معاه على السطح عشان لو فريق الانقاذ جالهم، فبتقول له انها مش هتمشي من مكانها وتسيب عيلتها الوحيده وراها، وانها تفضل معاهم مهما حصل. وبتدي له الكوتشي بتاع ابنها وحبل عشان يقدروا يعيشوا، وبتقول لهم انها تفضل جنب ابنها، وبتقص شعر من سونج هون وبتديه لبارك عشان يسلمها لام سونج هون. وبيبدا بارك انه يتسلق العماره عشان يحاول يوصل للسطح وابنه ماسك في رقبته، وبيحاول انه يلاقي اي مكان يتسلق فيه عشان يطلع لفوق اكتر من غير ما يقع او يحصل حاجه ليه او لابنه. وبينادي على كيم وبارك انهم لو سامعينه يساعدوه، وبيتحركوا على مصدر الصوت لحد ما بيلاقوه قدامهم وبينقذوه، وبيطلعوا كلهم على سطح البيت، فبيلاقوا ان في مبنى تاني فوقيهم وهو اللي سبب في انفجار ماسوره الميه الرئيسيه، وبيخليهم مهددين بالغرق لو المبنى اللي فوقيهم ما وقعش عليهم وموتهم اصلا. لحد ما اون بتاخد بالها ان ازازه الميه بتطفو قدامهم، فبتقول لهم انهم يجمعوا اي حاجه ممكن تطفو، وساعتها الميه هي اللي هترفعهم بدل ما يغرقوا ويموتوا. وبيجمعوا كل الازايز اللي حواليهم لحد ما بيلاقوا ان بارك جايب لهم خزان كبير وقع من المبنى اللي فوقيهم، وبيلاقوا كمان الغطا بتاعه، وبيدخلهم بارك كلهم جوه الخزان، وبيقول لهم انه مبسوط ان في امل في انقاذهم وانه قريب هيبقى معاهم. وبيقفل بسرعه عليهم غطا الخزان وبيقول لابنه انه بيحبه وكان دايما بيدور على سعادته، عشان كده كان بيشتغل كل حاجه عشان يوفر له الفلوس اللي محتاجها، لكن بسبب شغله الكتير بعد عنه، وان كان لازم حد يفضل بره عشان يقفل عليهم الغطا لان الغطا ما بيتقفلش من جوه. وساعتها كميه الميه بتزيد فجاه وبينهار المبنى التاني عليهم، ومن حظهم الخزان بيتحرك بعيد عن المبنى التاني عشان ما يتدمرش بين العمارتين، لكن في طريقه للطفو بيتعلق بالاسلاك الموجوده حواليه. وبتقول لهم انهم لازم يتحركوا جوه الخزان عشان يسلكوه، وبينجحوا فعلا انهم يسلكوا الخزان، وبيكمل طلوعه في الميه لحد ما بتكون في ماسوره حاده مدببه بتكسر الخزان وبتدخل فيه، وبيفضلوا كلهم يحاولوا يبعدوا الماسوره ويخلعوها من الخزان عشان يطلعوا لفوق. وبيكون سونج منهار بسبب ان والده ضحى بنفسه عشان ينقذهم، لحد ما بيسمع صوت خبط على الخزان من بره، وبيبان جونج انه لسه عايش بسبب انبوبه الاكسجين اللي كانت في المؤن. وبينجحوا كلهم انهم يخرجوا الخزان من الماسوره، وبيضحي كيم وبيحط دراعه في الفتحه وبيدخله جواها عشان مفيش ميه تدخل جوه الخزان وتغرقهم. وساعتها الخزان هيفضل يطلع، وبيحاول جونج انه يمسك ايد كيم اللي طلع عشان يسحبه معاه لكن ما بيقدرش. واثناء صعود الخزان بيكون في اسلاك شابكه فيه، فبتتلف على رجل جونج وبتشده معاها للسطح. وبمجرد ما بيطلعوا على سطح الميه بيطلع جونج وبيفتح لهم تاني عشان يطمن على ابنه، وساعتها فريق الانقاذ بيشوفهم وبينقذهم وبيطلعهم
من الخسف الارضي. وبيجري تشان على امه هو وبارك، وبيكون جونج مبسوط جدا انه نجح في انقاذ ابنها من الموت. وبيقوم بارك بيدي القماشه اللي فيها شعر سون جهون لوالدته، وبيبلغها بموته هو ووالده وجدتهم، وبيتم اخيرا انقاذ باقي السكان من الموت. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم، وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا